طبعا كلنا سمعنا عن موضوع سفاح التجمع اللي هو عمله احمد الفيشاوي او بيعملوا مسلسل. وطبعا عايزين نعرف ايه سفاح التجمع ده، محدش كان عارف القصه دي خالص بمنتهى الاختصار، عشان يعني ما تروحش في اي مكان تاني بمنتهى السهوله كده تعرف القصه دي عباره عن ايه. واحد خريج جامعه امريكيه، يعني شاب متعلم وكده، مواليد 87، يعني هي ما كملش 40 سنه، لو كان عايش لحد دلوقتي كان ما كانش كمل 40 سنه. المهم الشخص ده كان بيقف على الطرق بالعربيه بتاعته، يعني من اسره غنيه برضه، وكان بالمعنى الدارج دلوقتي بيشقط واحده، اي واحده يعني كده، بتروح معاه وبيقضي الليله معاها، بعدين بيقتلها ويرميها في الصحراوي، في الطريق الصحراوي. للوهله الاولى هتقول يعني للوهله الاولى هتقول ان ده جزاء كل حد بيمشي ماشي بطال او ماشي شمال، وان الست دي طبعا غلطانه، ويعني دي تعتبر توعيه وحاجه الناس تتعظ منها، يعني ان يعني مشي البطال او الكبائر اللي هي الضخمه دي، ان واحده تروح تقضي ليله مع واحد والكلام ده، طبعا بدايه التهلكه اساسا، بدايه المهالك كلها. ولكن في نفس الوقت بتقول برضو ايه ده، كام واحده راحت معاه هو نفسه ما يعرفش، لما اتقبض عليه قال لهم ما اعرفش قتلت كام واحده، وكان بيشوه الجثث قبلها. طب هو ده مريض؟ مريض، عنده مرض اسمه كره النساء. ده مرض معروف جدا عند النفسيين او الدكاتره النفسيين، وفي مرض معاكس ليه الناحيه التانيه اللي هو كره الرجال عند الستات. طبعا كان في قاتله، فيلم القاتله اللي في عبده كانت بتقتل الرجاله بقى، فيلم اسمه ده غريزه اساسيه بتاع شارون ستون، وهنتكلم عنه عن مذكراته، يعني مذكرات شارون ستون كانت اتكلمت عن المشاهد الجريئه اللي فيه، وان ايه اللي حصل، خدعوها ازاي وكده، يعني موضوع تاني. بس خلينا هنا في الموضوع بتاعنا، ومرض كره النساء ده، انه شايف ان كل المصايب اللي في الدنيا وراها الستات، وانه لازم ينتقم منهم، بيبقى نتيجه صدمه عاطفيه ممكن يكون مر بيها، او معامله سيئه من والدته او مرات ابوه او ايا كان. المهم هذا الشخص كان يعني قتل ستات كتيره جدا جدا جدا، كان بيقف يشقطهم وكده، يعني وفي الاخر تم القبض عليه نتيجه ان هم مره شافوا في الطريق يعني جثه مرميه فيها نفس التشوهات اللي حاصله، وبعد كده لقوا الكلام ده متكرر مع ناس كتير جدا، مع جثث كتير قوي، يعني لحد ما عرفوا يوصلوا للقاتل. لما وصلوا للقاتل كان طبعا متزوج من واحده عايشه دلوقتي في بره مصر، يعني مع الجنسيه الانجليزيه، وسافرت وعاشت في انجلترا، كانت متجوزاه، وقالت ان هو كان هيعمل معاها نفس اللي عمله مع الستات دي، كان هيقتلها هي كمان، لكنها هربت منه. وخلعت، خرجت بره مصر، راحت انجلترا، وبتقول كمان ان هو بيتلذذ بالموضوع ده، وهو كمان اعترف بكده، قال انه بيتلذذ جدا بقتل الفتيات دي، اللي كان بيستدرجهم للفيلا بتاعته داخل كومباوند. يدخل الكومباوند، طبعا انا مش عارف ايه حكايه الامن، اللي هو عادي بيعدي الناس كده، ولا بيبقوا مستخبيين في العربيه ولا ايه ما تفهمش، فبيبقى داخل معاه حد، هوب عنده اوضه عازله للصوت، يدخل يخلص الليله معاه، بعدين يقتلها ويشوه جثمانها، وبعد كده يرميها. بس هي دي القصه اللي هيعملها احمد الفيشاوي، وهيعملها برضه نفس المؤلف اللي عمل سفاح الجيزه. مش فاهم المؤلف ده تخصص سفاحين ولا ايه، ولكن هو ده المسلسل المنتظر. كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، ودوس لايك لو الفيديو عجبك عشان يوصلك كل الترندات الجديده.